والله والكلام ده شيله مني، انا غدا نعود ده وامسكه، وقسما بالله الحرب الجايه حتقوم حرب اهليه طاحنه. والله في ناس نقطعهم البحر الاحمر ده عوم، وفي ناس بمشي مصر كداري، وقسما بالله وانا متمسك بالكلام ده. في ناس بمشي مصر كداري وبقول الكلام ده وللمره الالف، وقسما بالله بحليفتها الحرب الجايه والله في ناس بقطعوا البحر الاحمر ده عوم، وفي شنو ناس دقيقة؟ بمشي اقسم بالله مصر ده ما انا كداب. اديني فرصة والله ما. مصر ده ممكن معبر ارجيل، والله مش المصريين قالوا ما دايرينكم، والله في معبر ارجيل ده وقسما بالله تصطفى صف عشان تقدموا لجوء زي الناس. انتوا طيب. مستهبلين ولا شنو؟ طيب كده فيكم ده. خلينا نجي نرد عليك. اديني فرصه على دقيقه دقيقة واحده بس. دقيقة محمد دقيقة لا لا محمد لا لا دقيقة. لا ما في ختام كده هنا دقيقة شويه بس. محمد. كده دقيقة محمد. دقيقة محمد جبال ما كويسين. شايف او شوية كده زيتة ما مشكلة. يا خد النود. إذا دارين نعمل او ده في السودان ده انت ما تعيش. طيب. الكلام اللي انت قبل كده قلته تجي هنا تكرر بأنه الجيش ما بيمشي دارفور. والله لو مشى دارفور تسموني بتاع. يا باشا انت دارفور انت قال انت باني فوق السلك بتاع المكسيك. خالبنا شنو بأنه ما نمشي؟ سؤال منطق. اللي انا سالت جياشه، سالت المشتركه، سالت البراء، سالت الكيكلاب، سالت الجيش، سالت الناس الموجودين في ارض الميدان، خالبنا نمشي دارفور؟ خلي الجيش يوسف مشتركه. انا حددت، لا انا لا لا. حددت والله الفيديو، انا عندي اسئله اشغله لك. الفيديو خلاص ما انا دقيقه. حددت، ما قلت دقيقه. الجيش السوداني، لا قلت ما دقيقه مشتركه ما دقيقه ولا ده قلت ما جماعه دقيقه. السودان ولا قلت براون، انا قلت الجيش السوداني فقط. طيب الفيديو طيب انا عندي ممكن طيب. نشغله لك بعد شويه. يا اخي ما خلاص انت انا هسه ما سكت. هسه الاقل في زول قاعد. انا هسه كده مع الجيش. انت هسه قاعد تقول يا كلب يا برهان ما عندي مشكله. كذب يا مناوي ما عندي مشكله. لانه هنا فكره. هسه كم زول كان بينزلك وبجود معك. انا ما بجود معك. تتكلم برد عليك. شوف يا قدر النود. اذا انت بس في فهمك بانه الجيش السوداني اللي انت شايفه ده ما بيقاتل، ما بقدر يمشي يحصل المعركه، هو صباح مساء الان ده قاعد بيمسك الجنجويد بيجيبه. في معارك شغال الان ده كلامي وكلامه في معركه شغال يا هو ده التليفون ولا نشغل لك. طيب يلا يا اخي. إذا أي زول دار يشوف كيفية الحرب في الميدان وكيفية الخطابات في الميديا. نحن خطابنا الآن أنا لما فتحتها نتكلم عن الخطاب الناس اللي بيجوا وهم من أصلا ما عندهم علاقة مع الجيش، بس بيجوا الدفاع عن القوات المسلحة والقيادة الموجود في الدولة. أي زول موجود قيادي في الدولة قلنا من حق أي زول ينتخب. طيب تعال. أنت قلت دارفور ده الزول ما بمشي. طيب انت في فهمك بانه نحن كده كابناء دارفور الان الحاملين السلاح كان في الجيش كمشتركه ما نمشي دارفور؟ ولا فهمك شنو الجيش؟ الجيش ده شنو يعني؟ مشتركه ذاته الجيش. مشتركه الليله بياكل من الجيش، بيشرب من الجيش، بيتعالج من الجيش، بيتصلى من الجيش. الجيش كاكي ده لابسه، لبسنا الكاكي ده لبسنا عشان الدفاع عن الوطن ده والدفاع عن الجيش. تمام؟ ما جنجويد ما بيحددينا. كده انتهينا. نمشي دارفور تسمي اسمك الدار، تسمي نفسك تسميها ما مشكله. طيب نمشي قدام. انت قلت ان احنا عملنا وحده ابناء دارفور هنقطعكم البحر هنودوكم شارع ارجين. هسه ده فضل. انت قاعد شغل ده في تيك توك هنا بس. انت تتكلم كيف؟ محمد همدان ده ولا ده الليله ما قادر يجي العاصمه، انت تتكلم كيف انت؟ في زول الليله في الافريقيا ده آلة قوه، آلة الناس بدق بلي وآلة العربات وزول اقتصادي وصندوق ملان وبيشيل دهب في اليوم يا اخي 40 طن من الذهب في اليوم الواحد وبكب في حسابه. منو انتوا ابناء دارفور؟ منو من انتوا؟ يعني نحن ما ابناء دارفور، انتوا اتوهدتوا في تيك توك بس تحددون ان احنا انتوا ابناء دارفور؟ ذاته اذا انتوا ابناء دارفور بس اتوحدتوا نقول للجيش ذاته فول ستوب. We fighting between two. كويس؟ This is people of Darfur. انا ابن دارفور نتدقى مع كده نشوف. تكلم كيف انت؟ ما تحددونا نحن. ما تحديد. اذا في ابن دارفور الليله بس اتوحدتوا انت. طيب تعال. الدار تيجي تقول نحن اتوحدت. اتوحدت مع مين؟ احمد كسله؟ مورتا؟ اشواق؟ يعني كده انتوا ابن دارفور اتوحدتوا تدقونا نحن يعني؟ انت نحن ما نايمين. لا 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 لا. عبد الرحيم دغل عرض خلى البلد، هميتي عرض خلى البلد، وين القجه؟ وين اليعقوب؟ وين الناس دي اللي فاتوا؟ يلا انت ذاته لو جيت بنفس الصف شغلنا مصدق قايد ما في كلام كتير هنقدر نرد عليك وهنقدر نبين لك انا بمشي شارع ارجين مني والبركه والبحر ده منو. بس لو اتوحدتوا خلوا تيك توك، خلوا الفيس اراح في الارض الميدان، لموا الباقي تعالوا البمشي بطل. نحن لما نتكلم في مشكله في داخل المشتركه نقدر نتكلم بالوعي.
ما نجي نقول انشق من الجيش ونركب الجيش. ما شوف، ما نخلي خيار بتاعت الدوله دي يسقط. ده خطوا في بالكم. والله برهان يركب طيران يمشي، مناوي يركب يمشي، نحن حنقاتل في الدوله دي مع اي زول موجود في الدوله دي وحمايه الدوله، ونتقاسم السلطه. واي زول ما خاطر ذاته حقك بيجيك في بيتك. ده الفهم اللي انا ماشي به. ولو انا خلطان، اي زول لما يجري في المنصه بقول له يوسف انت خلطان، نقبل خطا بتاعك كيف، ونقدر انت تعدل لي كيف. لكن انت ما تجي تفرض لي كبده ساكت مش سلاح. هاي احنا ذاته شايل سلاح بنركبك. انا اصلا عندي اختلاف معاكم، لكن قاعد نرفعكم في المنصه ليه؟ ما قاعد بديكم فرصه تتكلموا. لكن انتوا تقول اسكى في السياسه، ما اسكى. ما ده نفس الكلام اللي حميتي قال ما نطلب من الخرطوم. خرطوم ده بيت منو؟ ما طلعت منه. الدرهم دقل وقت المسيطرة، المدرعات الاليات الحربيه بتاعت الجيش وقت الكارت بتحنكش ما خلوه عرضه. وانا ما خلوه عرضه، خلوه عرضه. يلا يلا الحرب ده لسه مستمر، ولسه حندق باللي، ولسه يعني انت دعم زر الله بقى بيقاتل بالمواتر. يعني انت في فهمك بيعملوا بيمنعونا ان احنا ما نمشي دارفور. مسيرات بتاعت الجيش الليله بدق مع افريقيا الوسطى مع الهدود بتاعت التشاد في الكردفان بدق. قبل كده في مسيرات بتاعت القوات شعب المسلح بيمشي ما بيمشي. عشان ما تيجي تتعالوا. اذا جينا للتعلم، الجيش آلة في السودان من فوق اي جسر. اذا جينا في التعلم، القوه النظاميه اللي بيقاتل مع الجيش الليله اقوى. الجنجويد برضه عندهم فروع زي ما نحن قاعد نتكلم نقول في مشتركه، في براء، في كلام، في بتاع. الجنجويد عندهم فروع. ادي كده بخط لك حركات كامل تابعه للدوله الليبيه موجودين في داخل الجنجويد. حركات كامل كانت بيعارض ضد التشاد موجودين. حركه الازوات الامس بيقاتل ديل مالو كانت زمان كانت دارفور ده في فتك. مالو كانت ما هم موجودين هنا في دارفور ده. لكن لما شافوا المتك بقى كثير رجعوا بلدهم. امبارح ده في التشاد في البحيره الناحيه الغربيه في متك هناك مالو ناس زي ما طلعوا من الدارفور. افريقيا الوسطى هناك في ناس من افريقيا جو في السودان قاتلوا ما قدروا رجعوا بلدهم. يا اخواننا ما تتعالوا، ما تتعالوا. اي زول داري يقول هو ابن دارفور يتعالى، انا ذاته نتعالى عليه ما في مشكله. بس فتك نمشي قدام نموت على يحيى على يعيش السودان. واقف فرصه وين عشان معلش يا جماعه. فرصتي انا طيب. تمام. اول شيء شوف يا غدا النود، تنتقد اي زول، تنتقد الدار تقوله، لكن خطاب الهامش وانا طيب انا اسالك، الهامش ده مش عبد الله شغب محمد ارجو جور ها الطاير هاجر اللي كتنا ده ولاياته هامش جاتو الدلايزلين اللي قاعد يكتبنا جاي هامش جاتو الهامش اكثر حاجه الدوله اللي اسمها الدوله السودانيه ده اللي الهامش ده ذاته اسطوانه بتاعت هامش. طلعت له صليبنا هاجي يسمون هامش شنو هامش ده في النهايه كتنا القاعد يطبعنا في الباشر ده منو؟ اجا كتنا في الباشر ده منو؟ مش هو هامش اللي تتكلم عنه ده الدلايسيلو الطاير هاجر سلمان صندل المجموعه جا كتلنا ده المنو؟ ما هو ده ناس ده يا شيخنا. خطاب بتاع عاطفي تقدر تسوق الناس بخطاب. احنا عندنا مشكله، احنا قاعد نقول المؤسسه العسكريه دي في خلل. اعاده الاصلاح ده نتكلم، وبعدين تيجي تقول تفكك من جندي. ليه هنا تفككوا كيف؟ تفككوا من جندي تشيل الجوج ده كله برا. داير تشوف داير دقلو، داير تجيب دقلو، داير تشيل الجوج ده كله، داير تجيب دقلو. ما ده خطابك كده. انت هسه انا خطاب، انا ما داير اسميك انت شنو؟ خطابك ده بفرق من خطاب حمدان دقلو شنو؟ همتي شنو يعني؟ ما ده نفس الكلام. في خلل في الدوله، في مؤسسات الدوله. لا في خلل ده في خلل. اي زول بيقول الكلام ده وانا اقول براس اي زول في خلل في مؤسسات ده. جيش ده ما حكرا على زول، جيش ده حق الشعب السوداني. جيش ده في نخبه عسكريه فاسده. النخبه دي لازم يصلح في مؤسسات الدوله، ما في الجيش بس، يعني في امن، في شرطه، في كل المؤسسات في خلل كبير جدا. الخلل ده هنا قاعد خيارات ده تتكلم يا اخوانا. خلل ده لازم البنيه بتاعت الدوله دي تاسيسه خلل، في خلل كبير. ده ما يعني انا خليني امشي اجيب مع الصف من الطرف الثاني انه والله كلنا ابناء الهامش نجي نهاجم المجتمعات. ما نجي ده تجي تطردهم تطلعهم من هنا. ده منو يا اخوانا؟ حتى الشمال ده ذاته، في الشمال ده ذاته ناس مظلومين من الانظمه ده. انت بدل تشيل الكوب كله تحطه في الاسطوانه ولا الكلام ده خلط. في نخبه فاسده عسكريه سياسيه، سميه ما تسميه. النخبه دي هي اللي هي دمرت السودان، او العقليه دي ذات نتكلم من العقليه التفكيك. العقليه دي نجي نعري انه الناس يا اخواننا الدوله دي في خلل، في مجموعه اسر ناس معينه حاكمه الدوله ده. الكلام ده ما بيمشي بالطريقه دي.
ده الكلام اللي نتكلم عنه. ده ما معنى ان نجيب خلينا نجي الصفه مع جنجويد. جنجويد ده مقاتل هو، وما نقول نجي نجيب خطاب الهامش. هامش اننا ابناء وحده الهامش. وحده الهامش بتاع كم؟ هامش ده ونوه. هامش هو قتلنا دوله ثانيه. هامش ده اللي وقت هنا بس يجي يجيب معي يوم مصلحته ما بمشي الكلام ده، ما بتمشي فينا. اكثر ناس ضررونا، اكثر الناس ضررونا في الفاشل انا اقول لك من ابنائنا ذاتها، من ابناء جلدتنا. والله لازم من جلدتنا بجلدتنا جا قتلونا في الفاشر. الواقف مع جنجويد الكاد يمرر للجنجويد وكاد برقص الاسود البرقص في دم اهلنا. احمد كسر ده ما كاد يرقص بيحتفل واي فاشر سكتت دق دق دروك دروك. ده شنو ده؟ شمينا ما شفناه. كان بيقول زمزم ده معسكر هنا عسكريه منو؟ كان يهدى منو؟ ثاني شيء نجي نقول لك الجيش هسي. لما نقول الجيش ده الجيش ده في خلل. لما نقول لك في خلل انا نتكلم عن الخلل. الاصلاح هذا لازم يجي بوعي مش بالتمرد، مش يدفرونا عشان تيجي بقول لك يتمرد لك من هنا ويمشي جبريل يمشي. لا 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 لا, لا. لما احنا نتكلم في خلل ده في مشكله نتكلم عن البوعي بان احنا نوري الشعب السوداني يا اخوانا المشتركه براء الدراء ديل ما العدو. ولا لنا الناس الحاكمين ولا الناس الفاسدين ديل نتكلم عنهم. الفاسدين ديل من كل الاتجاهات عشان شنو؟ اصلاح ده ثاني ما نقع في فخده وما نشيل السلاح ضد المواطن ولا ضد الجيش ذاته. نجي نوري انه ما في تمرد ثاني. وده كلام اللي قاعد نقوله. اصلاح ده لازم يا اخوانا. الخطاب اللي انه تدفروا الناس يتمردوا شيطنه بتاعت المجموعه معينه ضد مجموعه معينه. الكلام ده ما بتمشي. احنا واعيين. الوعي ده احنا قدرنا نوصل للشعب السوداني. الوعي ده يدركوا انه في خلل حقيقي. الخلل ده نهائي. لكن ده ما يعني انه خلينا نمشي اخلي الهاجر يجي مع جنجويد القاتل السفاح. ونفس الكلام ده انت تنادي ابناء هامش الواحد تجي تقول انه القبه ده مش قتلنا. طيب انت الطرف المش داير تمشي تقيم هذا ده هو القاتل ذاته يمتي. ما هو ازدواء الماهير ده ما تجي يا غدا النود. انت تقول انه القبه ومزهلال وقفوا جو قالوا صوروا منه. انت هسه تقول وحده ابناء الهامش بما فيه مشواك بما فيه متكسله بما فيه همتي بما فيه كله ده انت داير تقعد معه عشان تجي تهاجم منه. ما هي المنطق ما نفس الكلام يعني. كلبك مخيلين دبل ستاندرد. This is a double standard brother. ازدواجية الماهر تجي تقيم معه الهامش اللي تقيم معه بما فيه همتي ذاته وجنجويد القتل اهلنا ده تجي تقيم معه هناك تجي تقتل نجي تفكك الجيش. وفي نفس الوقت منه اللي يجي يقابل الرقبه انه والله يا اخي استسلم ولا جاء خلاص. انا والله الطرف ده جنجويد ده الميليشيا ده انا والله شايفه انه خطهم ده ما خطا. ما دام هو استسلم رفع يده انه يا اخي الغبن ده ما ببني لك الدوله. انت لو تتكلم عن الغبن والانتقام ده ما ببني لك. الزول استسلم خلاص. وهو الرقبه وراه بس استسلم واستسلموا ناس كتار كل يوم قاعدين يستسلموا يعني. الناس الدوله الناس برعوا قضايا دي برعوا بعقلي بعيد المدى. ما بانتقام. انا لو انتقم ده ما بيحلني. قانون ده ما قانون الفرد ده دوله حكم دوله عفاو ده شيء ثاني. اما حق الفردي اي زول فرد من حقه انه يجي يقول والله انه الرقبه ده نحاسبه ولا اكس واي ده نحاسبه يعني. شوف مساله عاطفه مساله انه داير تسوق الناس بخطاب العاطفي وداير تسوق كل ابناء حاسم علينا ابناء يطو اتجاه واحد. الكلام ده ما بيمشي. يقولوا وحده انه الحقوق ده تاخذ بوعي بدون انه نجيش الناس الطرف الثاني. في خلل نجي نتكلم عن الخلل ده نعالج الخلل ده وين. لكن ما تستعطف الناس تسوق الناس بالخط انه والله نجي. ده كلام فارغ ساكت. انت قاعد انت بالواضح تسوق الخط ده فخط نفس الخط بتاعت هنا يعني. انا ما اقدر اوصفك انت شنو. لكن خطابك ده يا اخوي ما ببني لك دوله. داير تفكك المؤسسه العسكريه من جندي لاخر خيار بتاعه. برهان ده داير تقول له اي شيء يقولوا منه. داير تقول له شيء ولا ننتقد ولا نجي نجيب لك في طريقك. والله ما ننتقد ولا نقول لك منه. ان شاء الله تقول له شارب لبن حمير تقولوا لا قولوا له. ولا نقول له ما تقولوا له. لا قول له. ولا نقول برهان ده تقول له لا. لكن لما نقول والله الجنود القاعدين بيقاتلوا في الميدان كان عسكري زول مسكين تقول والله نفكك العسكري ده ذاته نشيله برا. لا انا هنا اللي فاهمها بالنسبه لنا. لانه العسكري ده ذاته زول مسكين قاعد يناضل واقف لصف الوطن ده. تحياتي. طيب
انا بتفق معاكم وندي فرصه. الكلام عشان ما يبقى كثير بس برد النفرين ديل يا يوسف عشان الكلام ما لا يبقى لا كثير لا ارد لا لك انت لا ودفع لا رجاله في اقل من نعود. دقيقه. يلا ما دقيقة ولا بداية نلتزم زمانك بس. هذا النور دقيقه. دقيقه انا ما دقيقة. غدا طوالي غدا نعود ولا ثانية ولا ثانية قلت لك اسمع يا اخي ان شاء الله نفتك زاد وقت المايك ما يا يا عنكبوت على قبل عمل ميوت يا عنكبوت ممكن ننزل نمشي دقيقه 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 اسمع اول حاجة ما في داعي انا للإساءة. ما في نفرين يتكلموا إساءة ما في. اسمع يا غدا نعود غدا نعود دقيقة. انت لو داير قلة يا أدب اخي بس انا بنبذ شنو انا لو ما قلة أدب رديت للنفرين ده نرد لكم 4 كده صور. دقيقة. انا عارف ورقة وقلم. اسمع يا شيخ نوي تجيب ورقة وقلم وتحفظ كل المنصة ما مكتوب لك باسمك. اعمل ميوت نفرين اعمل ميوت قلت لك تقول ورقة وقلم تسجل النقاط هذا. تقدر ترد عليها. دقيقه ما تقول لي دقيقه اعمل ميوت وانت منو لما تقول لي انا نعمل ميوت اسمع يا زول. لا 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 انت تقول غريب صاحب منصه هنا تقول لي اعمل ميوت. كده دقيقه الولد ده ما يسي اول حاجة. الولد ده ما ده يسي. موضوع ولا شنو؟ قول له النفرين يتكلموا برد لك ما نفرين هذا النور. ما هذا النور دقيقه قلت لكم بديكم فرصه. ما دقيقة. نرد لنفرين دقيقه هذا النور هذا النور يوسف انا ما دقيقة بقدر كده. برد لي 4 نفر. دقيقه انا هذا ما النور برد لي 4 نفر. هذا النور برد دقيقه نفرين داير دقيقة. تخليني ارد لنفرين ولا ما في؟ يا دقيقه انت هذا قلت النور كلام يا أخي أنا ما شايفك عليه ما دار هذا أقول نسمع لك كلام كلام. الشباب ولا نرد عليهم. كده دقيقه يا كاهن كده دقيقه ما شغل ده النظام بس شغل ده يا النظام. اخي توجه منو يا زول الفيصل هو انت انا شايفك انا شايفك انا شايفك كده افهمني كده هذا بس النور دقيقه نرد دقيقه بس. للنفرين ديل. هذا دقيقه اختلافنا وين؟ من قبل قاعدين نتكلم كويس. اختلافنا وين؟ في الحديثك واحد قلت ان احنا ولا انا عشان رديت لك في سؤالك اللي انت قلت ان احنا ابن الهامش اتوحدنا ونقطعوكم ايوه بس ما ابدا. هنا من ما دقيقه ده خدم الكلام دقيقه ده خدم فوق بشرحه. ما دقيقه خدم اي ما انا عارف انا ما ما خلاص دقيقه يا اخي ما دقيقه ما انت كان كتبت ما انا ذات ياخد كراس وده قلم كان دار نكتب طبعا نكتب لكن ما موجود في ما راسي. مسجل هاي نرد ما لك ما في الاثنين. ما لما تسجل انا ما شغل بتاع التسجيل يا اخوي افهم نوريك. انا من قبل عندنا 3 ساعات هنا ما جيت يوم انا يوسف ده قلت لك خلي انت جنجويتي ولا انت كده ولا كده مشكله اختلاف الاراء. ما دقيقه اختلاف الاراء. انت قلت شنو هسه هنا يعني اخذت فرصه كله قعدنا معه 3 ساعات اخيرا جيت جدت لي كوكتيل مره واحد خيرتني مره واحد كيف؟ قلت له يا اخي ان احنا ابن الهامش اتوحدنا ونرقبوكم. هنا الكلام ده ما بقول عندي انا معناته انت واحد من ابن الهامش ومع الناس دلاك واتوحدت والناس ذاك في اصنعهم من بقوتهم بالياتهم ما قدروا انت تاني تمشي تاسسهم وتجي فضل اسسهم وتعال. ده عندنا حوار هنا ما تحددنا انا هنا. لا ما دقيقه ما تسمع رجعنا هنا ما دقيقه كده دقيقه انا ما بخلي زول يدخل. اسمع انا مداخلتي ما بتنازل عنها عديد. ما كاهن دقيقه انا الفرصه بيسلمك له ما انا سامع المنصه الفرصه حقك انت انا ذاته قاعد نشيله. طيب ليه انا هنا اتكلمت؟ انا ما منها هسه نقول لك السلام عليكم بس لانه انا ما نقدر نرد. طيب فضل انا ما لا انا عندي فرصه يا يوسف. انا سمعت فرصه كامله هنا سمعت الفرصه لا دقيقه كاهن فضل امشي قال شنو؟ اتوحدنا نحن. اتوحدت مع مين؟ اتوحدت مع برهان؟ اتوحدت مع مناوي؟ اتوحدت مع جبريل ولا مع اشواق واحمد كسله؟ كم اشواق عنده تليفون زي حقي انا ده، كم احمد كسله عنده تليفون زي حقي انا ده، بس ما اكتر. انا اصلا نختلف مع اي زول بدي فرصته كافي يتكلم، لكن ما تجي تحددني احنا انت عندك سلاح ايديل برضه عندهم سلاح، عندنا سلاح بنتراقب مع بعضنا عشان ما نشيل الفرصه لحقت الزول. والله العظيم اي زول انا قلت في ناس موجودين في تحت الجيش لما نتكلم في قائد بتاعت الجيش بيجي بيقولوا الجيش ده حقنا. ما تتكلم في اولادنا يا زول كلامك ده غلط. قبل انا سبب الكلام ده جيت فتات اللايف ده سبب ده بس. انا قلت اي زول موجود في الدوله دي يمثلنا نحن ابناء السودان في غلط نحن نجي نتكلم نسليه الغلط. في ناس بموت عندنا الجنود بموت الان كلامكم ده هسه قبل شويه في ناس اشتبكت برضه مع الجنجويد قريب بموتوا ياهو. هما مشتركات جيش برا في مكان واحد. يلا نحن لما نجي ننتقد العنصريين والصحفيين العنصريين والصحفيات العنصريين اللي بيجي بيتكلموا علينا نحن بيتقالوا علينا نرقبوكم ديل. انا فتاه الله دي اتكلمت في الكلام ده. طيب اذا اي زول بيجي بس كم لقيت فرصه بس اخر الحاجه دار تجد عليه حاجه وتمشي برضه بقبلها منك. تفضل يا كاهن ونمشي لعنكبوت. طيب اول حاجه السلام عليكم يوسف وجاكو والعنكبوت والشباب اللي في اللايف.
انا والله يا يوسف قاعد احترمك شديد، لانه الكلام الشمال ما قاعد يطلع منك. مما بدت الحرب دي انا كنت متابع لك، حتى ما قاعد اطلع معاك في اللايف، لكن بسمع لك، بشوف الخط اللي انت سايق فيه. كلنا نعلم تماما انه الدولة دي فيها اخطاء، كل المؤسسات، مش المؤسسة العسكرية بس، المؤسسة الصحية والتعليمية والاجتماعية والفتن ونشر الفساد، كله كنا شايفين وعارفين، وكلنا نادينا بإصلاح المؤسسات بتاعت الدولة.